السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بقصة جديدة، وهاد القصة موجهة لك انت. انت بالضبط اللي كتقرا في هاد القصة وكتسمع ليها، ولكن باش تفهمني علاش كنهضر كمل حتى الاخر. وقصتنا اليوم كتهضر على واحد الصياد اللي كان عايش هو ومراته وولادو في واحد القرية على قد الحال. وكان الصيد هو مصدر العيش ديالو، يعني كيمشي للبحر كل مرة وكيصيد داكشي اللي كتب ليه الله ويجي لدارو، حتى كان كيكمل الحوت اللي صيد ويمشي يصيد واحد اخر. حتى لواحد النهار كيف العادة كانت مرات الصياد كتغسل وتقطع الحوت اللي صيد راجلها. شوية شافت عينيها واحد اللؤلؤة من وسط واحد الحوتة، تعجبات. لؤلؤة ما يمكنش، مشات كتجري تخبر راجلها باللي لقات. الصياد تعجب واستغرب، ما يمكنش لؤلؤة من وسط سمكة، سبحان الله. خداها الصياد وداها لواحد جارو. هاد جارو كان كيبيع ويشري في المجوهرات ولا آلي، ولكن جارو قال ليه الثمن ديالها راه ما كيتقدرش بثمن، ولكن راه غادي نصيفطك عند واحد التاجر معروف في السوق، غادي ياخدها من عندك. ايوا مشى صاحبنا الصياد عند التاجر، وحتى هو قال ليه ما نقدرش نشريها من عندك، راه ثمنها غالي وغالي بزاف، ولكن لقيت لك الحل، ديها عند وزير القرية، هو اللي غادي ياخدها من عندك. ايوا هذاك الشيء نيت اللي دار الصياد، خدا اللؤلؤه وداها لوزير القريه. ملي شافها الوزير تعجب وفرح وقال ليه بحال هاد اللؤلؤه اللي كنقلب عليها، ما عرفتش كيف غادي نجازيك بالثمن ديالها، ولكن غادي نسمح لك باش تدخل لبيت الخزين ديالي، غتبقى فيه 6 ديال السوايع، خذ اللي بغيتي، وهذاك الشيء كامل اللي غادي تاخذ هو الثمن ديال هاد اللؤلؤه. قال له الصياد سيدي راه 7 سوايع راه بزاف على صياد بحالي، برك عليا غير ساعتين راه كافيه وغنجمع فيها داك الشيء اللي بغيت. قال له الوزير لا لا لا، هاد اللؤلؤه اللي جبتي راه ما عارفش قيمتها عندي، وانت كتستحق 6 سوايع، انا غنعطيك 6 سوايع كامله، خذ اللي بغيتي وجمع اي حاجه تشهاتها خاطرك. ايوا دخل صاحبنا الصياد لبيت الخزين ديال الوزير، وشاف واحد المنظر اللي عمر عينه شافتها. لقى في بيت الخزين 3 ديال الاقسام. القسم الاول عامر بالمجوهرات والذهب واللآلئ الغاليه والمال، والقسم الثاني فيه فراش اللي غير من نظرة ترتاح وتطمئن وتنعس بلا ما تشعر، بكل راحة وبكل اطمئنان. والقسم الثالث فيها كل ما يتشهى خاطره من الماكلة والشراب على الأشكال والأنواع. قال الصياد مع راسو 6 سوايع كثيرة بزاف على صياد بحالي، اش غادي ندير في هاد 6 سوايع كاملة؟ صافي نيت فيا الجوع، وغادي نبدا من هاد الماكله وهاد الشراب وهاد المأكولات اللي كتشهي، غادي ناكل حتى نشبع باش نيت ندير الطاقه اللي تخليني نجمع هاد المجوهرات وهاد المال اللي نجمع بها كميه كثيره من الذهب والمال. مشى صاحبنا الصياد القسم الثالث وداز ساعتين وهو كياكل وياكل وياكل حتى كملات هذيك الساعتين، وقال ايوا دابا نمشي نجمع مع راسي الذهب والمال. وفي طريقه للقسم الاول بان ليه القسم الثاني اللي فيه الفراش والراحه، وهو يقول مع راسو كليت حتى شبعت وترخيت، دابا خاصني نستراح شويه، من هنيت نجدد الطاقه ونجمع بها بزاف ديال الذهب والمال. هذه هي الفرصه، والفرصه راه ما كتعوضش، الا ضيعت هذه غادي نكون غبي. مشى الصياد للفراش، حط راسو ومشى في نعاسو، ما حسش براسو حتى سمع صوت كيقول ليه يا هاد الصياد الحمق، نوض نوض راه سال الوقت، 6 سوايع دازت. الصياد ما عرف باش تبلى، فرصه جات حتى لعندو وضيعها. قال لهم كيفاش؟ ولكن راه ما خديت والو وما جمعت والو.
يلا برا، خرج علينا. عفاكم، عفاكم، عطيوني فرصة. 6 سوايع كاملة وما قدرتي تجمع فيها والو، ودابا بغيتينا نزيدوك الوقت. يلا فقتي من الغفلة ديالك، كان عندك الوقت الكافي باش تجمع اللي بغيتي من المجوهرات والمال والذهب، وملي تخرج شري ليك افضل الاكل واحسن فراش واحسن مشروبات. ولكن انت حمق غافل، ما كتفكر الا في المحيط اللي انت فيه. يلا خرجوه. لا 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 لا، عافاكم، عافاكم. قصة اليوم سالات، ولكن العبرة مازال ما كملات. عرفتوا؟ هذيك اللؤلؤة هي روحك، هي كنز عظيم، وهي قدراتك اللي ما كتقدرش بثمن. اما بالنسبه لبيت الخزين، راه هو الدنيا اللي فيها بزاف د الحوايج زوينين وبزاف د الحوايج خايبين. اما الماكله والمجوهرات والذهب فهي الاعمال الصالحه ديالك. اذا يا صياد السمك، وانت المقصود استمع لهاد القصه. مازال ما بغيتي تفيق من نعاسك باش تخلي الفرش الجميل وتنوض تجمع المجوهرات اللي موجودين بين يديك قبل ما تسالي عندك المدة المعطية، وهي عمرك، حياتك، لحظاتك. استغلهم في العمل المزيان، في التطوير من نفسك وفي نجاحك.